السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة العيد الكبير، وان شاء الله السنة الجاية تكونوا كلكم عند الكعبة بإذن الله. يا رب اللي راح يروح تاني، واللي ما راحش ربنا يكرمه بيها. هنعمل طبق جميل النهاردة، وسهل كده وسريع. يلا بينا نسمي ونصلي على الرسول ونشوف عملناه ازاي. احنا دلوقتي انا عايزة الوصفة اللي هنعملها النهاردة دي لحمة مسلوقة، وهنحولها لحمة مشوية. بجد طعمها حلو قوي قوي. طيب، جبت هنا اللحمة سلقتها عادي جدا، وبعد ما سلقتها طلعتها على مصفى تتصفى وتشمع خالص، وتبرد طبعا وتشمع. جبت هنا بقى في الخلاط جبت بصلاية، جبت قطاية وقطعتهم بالشكل ده، وده توم بودرة، فلفل اسود، وكمان ملح، بهارات خفيفة قوي. عايزة تحطي بقى بهارات وتكتري براحتك، اللي هي بهارات شوي الكفتة او اللحمة المشوية، بتتجاب من عند العطار لو عايزة تحطي. طيب انا عشان اضرب الكلام ده في الخلاط ويمشي معايا هحط نص كوباية من المية. خلاص. وكمان هحط معلقتين من الخل، زي ما انتوا شايفين كده. عايزين بقى تحطوا ليمون او زي ما قلت لكم البهارات اللي انتوا عايزين تحطوها حطوها. نزلت بالخل كده زي ما انتوا شايفين، وهضربها في الخلاط لما تنعم على الاخر. خلاص. دي برضو تتبيلة حلوة تقدري تتبلي بيها الفراخ المشوية بتاعتك، او اي حاجة عايزة تشويها عامة في الفرن. خلاص، او حتى على الفحم بتبقى حلوة جدا. طبعا بزيادة بقى الليمون، بزيادة فول ملح اللي هو الصويا صوص والحاجات دي، لو عايزة بقى تكتري في البهارات. ضربتها وبعد كده هصفيها، انا عايزة المية بتاعتها بس، مش عايزة التفل بتاعها. هصفيها بالشكل ده، وهبتدي بقى على النار وابتدي اشوح اللحمة في حتة ليا. دي حتة ليا كده قطعتها حتت صغيرة. طب ما عنديش ليا، يبقى تعمليها بسمنة بلدي، هتبقى حلوة برضو. ما عندكيش حطي زيت بقى، هتبقى حلوة. ونزلت عليها باللحمة، خدت لون من تحت، يعني احمرت شوية من تحت. واول ما تحمر من تحت بقى هبتدي ان انا اسقسق لها من اللي هي العصير اللي احنا عملناه، اللي هو البصل مع الطماطم مع البهارات الخفيفة اللي احنا حطيناها. بس عايزة اقول لكم ان معلقة اللية دي بجد بتفرق قوي في الطعم، وبتخليها طعمها في منتهى الجمال. جربوها كده، لو عندكم حتة ليا اعملوها. بس اسقق كده حاجة بسيطة. وكل ما تشرب المية دي اللحمة، طبعا على نار متوسطة، كل ما تشرب المية دي اقوم نازلة بالحبة التانيين، وهكذا تشرب اقوم نازلة بالحبة التانيين لحد ما تخلص معايا خالص. هنا كانت شربت، نزلت برضو تاني اهو. هفضل وراها كده لحد ما اخلص كمية المية كلها، او كمية العصير كلها، تشرب اللحمة من الحاجات دي، وابتدي ان انا اسقسق لها. وبس كده، الوصفة خلصت والفيديو خلص. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكون الوصفة عجبتكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وتسيبولي تعليقاتكم الحلوة اللي دايما بتفرحني جدا. ويا رب تكونوا بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.